بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرحب بحضراتكم من جديد. طبعا النهاردة معنا هو موضوع هو في غاية الأهمية، طبعا موضوع بيخص كل فرد وكل أسرة وكل بيت مصري، وهو مخاطر السوشيال ميديا. لا شك أن السوشيال ميديا طبعا سلاح ذو حدين وله جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي، ولكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة انتشرت الآثار السلبية المترتبة على استخدام مخاطر السوشيال ميديا. عشان خاطر كده النهارده بأمر الله هنتكلم عن ايجابيات وسلبيات، وازاي احنا نتجنب هذه المخاطر، وازاي اني اخلي ابني يبقى في وضع امن حتى لو استخدم السوشيال ميديا. ولكن قبل ان ابدا في هذا اللقاء خلوني ارحب بالدكتوره اسراء صابر، مدرس الصحافه بكليه الاداب قسم الاعلام بجامعه سوهاج. دكتوره اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك يا دكتوره، نورتينا يا دكتوره. طبعا اللقاء ده بعد فتره من الزمن يعني. دكتوره، انت عارفه حضرتك طبعا الاطفال بالنسبه للسوشيال ميديا اصبح السوشيال ميديا هي المحرك الاساسي لكل طفل. طبعا. فعايز حضرتك تكلمينا عن ايجابيات وسلبيات السوشيال ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول يعني برحب بحضرتك وزحمه جميع المتفاعلين والمشاهدين. احنا في الاول ممكن ندي كده نبذه مختصره يعني ايه سوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي عباره عن مواقع مجانيه بتتيح التواصل للافراد في كل انحاء العالم. ليها اهميه، طبعا ليها اهميه وليها ايجابيات وسلبيات طبعا، على الرغم من سلبياتها واضرارها الكبيره جدا على الفرد والمجتمع، لكن ما ينفعش ننكر بعض ايجابياتها. السوشيال ميديا في حياتنا دلوقتي بقت تمثل عمود اساسي ورئيسي في كل مناحي الحياه. احنا بنستخدم السوشيال ميديا دلوقتي كناحيه تعليميه، ناحيه تسويقيه، ترويج لافكار واهداف ومعلومات، بنراسل او نتواصل مع افراد كثيره جدا في شتى انحاء العالم. لكن اللي يفرق بين استخدام الطريقه اللي احنا بنستخدم بيها وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي ليها طبعا اضرار وسلبيات كبيره على المجتمع بكافه اطيافه. ويمكن انا بس عايزه اركز على اضرار السوشيال ميديا على الطفل. طبعا دي الاساس. لان ده النشء الصغير بتاعنا اللي احنا بنربي فيه القيم والعادات والتقاليد. فعلا. لو الطفل الصغير من هو لسه طفل كده في سنوات الابتدائيه من عمره اتعلم ازاي يحافظ على قيمه وقته، وان هو يستغل كل تطبيقات السوشيال ميديا بشكل صحيح، يبقى كده نقدر نخدم بيها مجتمعنا. والعكس، لو احنا ادينا للطفل او ادينا له مساحه من وقت السوشيال ميديا بايديها كوسيله ترفيهيه، بيتسلى، بيدخل على مواقع احنا ما نعرفش عنها حاجه، دي طبعا هتقعد بتضرر عليه هو وعلى المجتمع. ودي انا عايز اقول لحضرتك ان هنا بيظهر دور الام وتفاعل الام خصيصا. يعني انا بشوف امهات كتيره طبعا عشان خاطر تريح دماغها وتريح بالها من زن الاطفال، تبدا ان هي تدي الموبايل لابنها، وهي طبعا تتعامل طبعا في المطبخ او في اي عمل هي بتشتغل فيه. فانا عايز حضرتك توجه رساله لكل ام، او يعني ازاي تراقب ابنها. بص موضوع السوشيال، انا عايزه اقول لحضرتك هو العبء الاكبر بيقع على الام. دلوقتي الام يمكن عشان روتين الحياه السريع وطبيعه عملها وشغلها وما عندهاش وقت ان ممكن تديه لاولادها. دلوقتي بقى مواقع التواصل الاجتماعي والتليفون هو اللي بيربي الاولاد. انا ممكن الطفل بيقعد بالثلاث 4 ساعات على تليفون، انا ما اعرفش هو بيستخدم ايه. في احصائيات كتيره جدا اتعملت في استخدام السوشيال ميديا للاطفال، اتضح ان النسبه الكبيره من الاطفال المراهقين بيستخدموا وسيله السناب شات والتيك توك. ودي من اخطر الموقعين اللي ممكن اقول بيصنفوا هدر القيم الاخلاقيه والعادات والتقاليد للطفل. مصر بتحتل الدولة العربية، يعني الدول العربية رقم 1 في استخدام السناب شات بالنسبة للأطفال والمراهقين. السعودية بتحتل الدولة رقم 1 في استخدام موقع التيك توك. طب احنا بالنسبة للأطفال كان عندنا مليار طفل بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. لو انا هقول لك على مستوى العالم عندنا 2 مليار طفل. طب على مستوى الدول العربية عندنا نص مليار طفل بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. طب هل ده كله بيعود بالنفع للاطفال؟ لا. احنا لو تابعنا الارقام والاحصائيات بتقول ان زياده عدد الوفيات ما بين الاطفال بسبب السوشيال ميديا وبسبب الالعاب اللي هي الجديده اللي طالعه الالكتروني، المواقع الالعاب الالكترونيه. دلوقتي في العاب نازله على السوشيال ميديا بتساعد على الانتحار ما بين الاطفال.
في مواقع خاصه اصلا وانتشرت في الفتره الاخيره في احمد، ويمكن نوهوا عليها في المدارس، العاب الكترونيه بتؤدي الى الطفل هي خلاص انا بتلقى الاوامر من اللعبه، بيدخل بيانات معينه، معلومات معينه، تفاصيل، ويبدا هو بينفذ طلبات معينه بتؤدي الى ممكن بيقتل زميله او هو بينتحر او بيعمل سلوكيات بتضر هو واسرته. اللي انا عايزه اوصله ان احنا هل ممكن نقنن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه للطفل؟ دي النقطه اللي لازم اتكلم عنها. وايه دور الام هنا؟ الام لا طبعا انا ما عنديش اغلى من الطفل او الابن عشان انا اربيه. ما ينفعش اسيب وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه تربي طفل، ده هيعود بالضرر عليه طال او قصه مده استخدامه هيعود بالضرر. بالنسبه ان احنا نقدر نساعد الام ازاي ونساعد الطفل، انا بصراحه عندي كذا اقتراح. احنا ممكن نبدا الاول بالمدرسه، دور المدرسه. دلوقتي المدارس في المرحله الابتدائيه بداوا يضيفوا مناهج جديده للطفل. عندنا ماده المهارات الاجتماعيه، وفي ماده اسمها التكنولوجيا. المادتين دول بيتضافوا من بدايه سنه رابعه. انا شايفه ان احنا ممكن نضيف جزء خاص بطريقه استخدام الطفل لمواقع التواصل الاجتماعي. حاجه جميله وايجابيه. لو انا علمت الطفل من هو صغير ازاي يدخل على المواقع اللي تفيده او ازاي يستغل مواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الامثل كناحيه تعليميه او يزود من مهاراته، افكاره، طريقه تعامله مع الامور، ممكن نضيف جزء في المواد التعليميه بتاعتنا نعلم الطفل ان هو يتعامل او بالشكل الصحيح مع وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. في نقطه ثانيه انا بقولها على الدوله، احنا ممكن نضع قوانين وتشريعات جديده بتقنن استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي، او في مواقع معينه احنا ما نبيحش استخدامها هنا في الدول العربيه، زي مواقع السناب شات والتيك توك. دي مواقع ضاره جدا واتصنفت عالميا انها اضر المواقع للاطفال. صح. فانا ممكن الدول العربيه تسن قوانين معينه تجرم استخدامها. ممكن كمان ان ممكن الدول تجرم من يساهم في كسر القيم المصريه. احنا دلوقتي عندنا عادات وتقاليدنا مهما كان عاداتنا وتقاليدنا غير العادات والتقاليد الغربيه. صح. اغلب اطفالنا دلوقتي احنا بنشوف الطفل ماسك تطبيق معين زي التيك توك وبيقوم يفضل ينشر صور وممكن يتعرض لابتزاز. والله يا دكتوره مش بس الاطفال، ده خصيصا كمان البنات وبنات الثانوي والاعدادي، وده طبعا بيعرضهم للابتزاز الالكتروني. وانت عارفه حضرتك الفتره الاخيره كمان انتشرت قضايا الابتزاز والجرائم الالكترونيه يعني. عشان ما عندناش رقابه يا استاذ احمد. لا عندنا رقابه من داخل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء المجتمع الاسره ولا رقابه خارجيه من المجتمع المحيط بنا كلنا لو كان كدوله. لكن طبعا احنا لازم نفعل قوانين تدينا ايه المسموح به في المواقع دي وايه اللي مش مسموح. ما ينفعش يبقى الطفل بيستخدم استخدام مباشر دون رقابه عشان ما يتعرضش للخطر. لا احنا دلوقتي عندنا نسبه كبيره من الاطفال بيتعرضوا لابتزاز الكتروني ولتحرش طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع معينه الطفل هو انا بيبعت لي لينكات معينه على الاكونت بتاعي. انا كطفل انا ما اعرفش ده عباره عن ايه، فبيضطر يدخل عليه. ادخل عليه عشان انا كطفل عايز يكتشف عايز اعرف ايه ده، فبدخل يبدا بقى ايه تعالى انت طب تعالى يبدا اعرضني على مواقع وفجاه الاقي الطفل سلوكه متغير، قيمه وعاداته متغيره. احنا عندنا في مصر حالات تحرش ما بين الاطفال ما يتعدوش 10 سنوات، بس في حالات تحرش ما بين الاطفال لانه بيقلد تقليد اعمى للي بيشوفه يعني. بيقلد تقليد اعمى، هو طلع على مجتمع شايف اللي بتربيه وسائل التواصل الاجتماعي. انا ما عنديش اسره بتربي، انا بتربيه مواقع. ادخل على مواقع معينه باخد منها قيم سلبيه ايجابيه، انا كطفل ما اعرفش اميز، ويبقى بعد كده ابقى كمراهق انا متربي على حاجات معينه، بتعرض لمجتمع اوسع. هي نفس المنظومه اللي احنا بنتكلم عليها. برضه يا دكتوره حضرتك يعني يمكن انا عايز اتكلم على نقطه اخيره في اللقاء عشان خاطر ما اطولش على حضرتك. النهارده طبعا ما فيش بيت بيخلى من المشاكل الاسريه، وده وارد وده طبيعي جدا، ولكن اللي اصبح مش طبيعي ان النهارده تلاقي الزوجه بمجرد ما هي بتعاني مع مشكله، وقد تكون المشكله ده بسيطه يعني زي اي مشكله بتحصل بين الزوجين في اي بيت مصري، تبص تلاقي ان الزوجه بدات ان هي تعرض مشكلتها على العام.
خلي الناس كلها تعرف مشكلتها. يعني هي وقد تكون المشكله دي بسيطه ممكن تتحل. فانا عايز اقول بدل ما هي بتعرض مشكلتها ما تلجأ لحكيم، ممكن يكون عمها، ممكن يكون والدها، ممكن يكون اخ، بدل ما تعمل كده. فانا عايز حضرتك برضو رساله توجهها لكل زوجه بتستخدم او لكل سيده بتستخدم السوشيال ميديا في التشهير او في عرض المشكله بتاعتها على العالم. والله انا احب اقول لهم جمله واحده: الجأوا دائما لاهل التخصص. انا مشكلاتي الشخصيه ومشكلات البيت انا ما ينفعش اعرضها على المشاع. من ناحيه ان هو في الدين حرام ان انا ممكن اعرض مشكله معينه واستنى راي. انا شفت حالات كتيره جدا على السوشيال ميديا، في واحده بتستشير على مواقع التواصل الاجتماعي حاجات دينيه خاصه بالصيام. طبعا. طب دي محتاجه دار الفتوى، دي مش محتاجه واحده ان انا ارد عليها لا ده ينفع تعملي كذا او لا. يعني هم يلجأوا لاهل التخصص. لابد ان انا لازم الجا لاهل التخصص. احنا وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتنا مش لعرض المشاكل والحلول، دي وسيله احنا بنستقي منها معلومات بما يتناسب مع الوضع اللي احنا فيه، لكن استنى منها ان انا تفيدني في حل مشكله ما هي بتسبب يعني فجوه في المشكله، زياده في المشكلات، لكن عمرها ما بتحل. طيب رساله اخيره حضرتك توجهيها للساده المشاهدين. انا احب اقول لهم ان مواقع التواصل الاجتماعي دي مواقع ليس للتسليه والترفيه، ولكن لتلقي المعلومه، للانفتاح على العالم الخارجي، لاخذ منه ما يناسب عاداتنا وتقاليدنا وافكارنا. لكن دائما وابدا نحرص على اطفالنا واولادنا اللي هم دول بذره المجتمع. لو انا سقيت البذره دي قيم وعادات وتقاليد مظبوطه صح هفيد المجتمع، والعكس. تمام. شكرا خالص يا دكتور. وانا يعني شخصيا استفدت من هذا اللقاء المثمر. ان شاء الله لنا لقاءات متجدده ومتعدده ان شاء الله. شكرا لحضرتك. وبكده اعزائي الساده المشاهدين وصلنا لنهايه هذا اللقاء. اشوفكم على خير ان شاء الله والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.